السلام عليكم. حمود رجع لكم بعد ايام قليله. غادي يجي عندنا واحد ضيف كريم وشريف، ضيف الله يعمرها دار ومعقول. علاش بالضبط معقول؟ حيت ديما كيعلمنا بالوقت اللي غيجي فيه مليار و600 مليون مسلم كلهم كيتسناو، كيلقانا مستعدين ليه، موجدين فرحانين. كيدوز معانا شهر في العام، كيجدد حياتنا، كيقوي الايمان ديالنا، كنصلوا فيه الرحم مع احبابنا، كنعمروا مساجدنا وكنصليو تراويحنا. ما كيجي فين يمشي حتى كنكونوا ولفناه وتعلقنا به، ما كنسخاوش به حيت كيخلي الاثر الايجابي والجميل في كل واحد فينا. كيودعنا وكتسيل دموعنا وكيضرب لنا موعد في السنه المواليه. انت رمضان اللي العالم الاسلامي شاف معك اعظم احداث تاريخيه، انت رمضان اللي شاف معاك المسلمون اكبر المنعطفات الحاسمه في المسار ديالهم، انت اللي نزل معاك القران وتشرع في وقتك الاذان. في رمضان من السنه الثانيه للهجره عشنا معاك اول انتصار المسلمين على المشركين في غزوه بدر الكبرى. في رمضان السنه الثامنه للهجره فتحنا معاك مكه. في رمضان سنه 92 هجريه فتحنا الاندلس مع طارق بن زياد وبقينا تما اكثر من 8 قرون. في رمضان سنة 583 هجرية كان الانتصار العظيم في موقعة حطين على الصليبيين بقيادة الناصر صلاح الدين الأيوبي، ورجعت لنا الحبيبة فلسطين. في رمضان 666 هجرية استرجعنا أنطاكيا من قبضة الصليبيين مع القائد الظاهر بيبرس. وفي رمضان 1393 هجرية انتصر العرب على إسرائيل، واللي كان أول انتصار عسكري للمسلمين والعرب على إسرائيل في العصر الحديث. وأحداث أخرى كثيرة عشنا معك أيها الشهر الفضيل، كلها انتصارات. غادي نصوموا ان شاء الله، وغادي نصليو صلاتنا والتراويح ديالنا، وغادي نتواصلوا مع اهلنا وحبابنا بعقولنا وقلوبنا، وغادي نقراو القران ديالنا، وغادي يبقى رمضان ديما اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من نار. كان معكم اخوكم حمود.